اقدر استبشر خير باجراءات هيئه النزاهه بملاحقه المتهمين بالفساد؟ وهل ستشمل من هم في الداخل بحجم الاسماء المنصومه بالشارات الحمراء؟ قبلها كانت عندي نقطه نظام ويا استاذ محمود. ما حصل في الانبار انا يعني اعيد كلام استاذ محمود. انا ايضا من الناس اللي حذرنا عن هذه الاراضي، عن المطار اللي هو فقط على الورق. وهم هذا المطار حتى تصعد الاراضي، بس العالم شلون تشتري؟ عمليه مدروسه كانت ومرسومه. لكن انا اللي قصدته انه الفعاليه اللي صارت في الانبار ساعدها الصراع السياسي يا استاذ محمود. اكو صراع سياسي قوي، اكو استحواذ على السلطه، اكو استفراد بالسلطه، وبالتالي الصراع السياسي ساعد بهذا الامر. انا لا اقول انه العمليه التي اثيرت في الانبار هي عمليه صراع سياسي او غير لا وجود لها. لا لها وجود. انت من تجي انس العنواني تلقى عنده ما بس ببيته بلحظه القاء القبض عليه 30 مليون دولار، وتلاقي 4000 بطاقه، وتلاقي اخو ساجد الريشاوي يستلم تقاعد مال ضحايا الارهاب. يا اخي هذا مو فساد، هذا كارثه بالانبار. زين شلون استبشر خير؟ ساعد في هذه العمليه. رجع لي سؤالي، شلون استبشر خير؟ يعني اقدر استبشر خير باجراءات هيئه النزاهه بملاحقه المتهمين بملفات الفساد؟ واقول مره ثانيه، هل ستشمل من في الداخل بنفس الاسماء وحجم المناصب اللي يشغلوها بحكومه الكاظم الموصومين بالشارات الحمراء كانوا مسؤولين سابقين وسقاعدين؟ شوف ياس، اغلب اللي في الداخل لهم مواجهات صارت. يعني اكو اليوم عناصر بالمجتمع العراقي موجوده لا اساس لها، لا كانت تملك اموال ولا هم من اصحاب الاموال، ناس بسطاء جدا اليوم اصبحوا اصحاب مليارات بين يوم وليله، وبالتالي هؤلاء هم مواجهات، اصبحوا لقوه سياسيه، اصبحوا طبقه ارستقراطيه. نعم، طبقه ارستقراطيه. احسب على استاذ محمود قاطعني. انا بقاطع. ما يخالف ما يخالف. لا دا بمشيك حتى تروح حتى نعدد الاسماء وياها شويه. كويس. انت اليوم تستبشر خير باجراءات النزاهه عندما يتحول الكلام الى فعل، الى واقع حال. نعم. للاسف احنا عندنا تجربه لا زالت مريره اليوم، غصه عند المواطن العراقي من الموضوع الامانات الضريبيه اللي انا اعتبره يمكن من اصغر السرقات، لكنها فضحت وخرجت الى العلن، وبالتالي انكشفت خيوط هذه العمليه، وانكشف منه خلف نور زهير المتهم الاول، نائب سابق ومدير مكتب رئيس وزراء ورئيس جهاز مخابرات وغيرهم من العناصر اللي موجوده كانت ومتهمه بهذه القضيه. لكن انا اوجه السؤال، كل المتهمين بهذه القضيه يا اياس هل تم اتخاذ اجراء بحقهم؟ يعني انا شنو اليوم اقول والله مواصبين بالاشارات الحمراء؟ لا يا اخي بس اسمعني، انا شنو اليوم اجي المتهم الاول والله طلقنا سراحه حتى يرجع لنا الاموال. اخي انت سارق. منو طلق سراحه؟ هو هاي المشكله. القضاء. شلون؟ القضاء طلق سراحه. ما يخالف وفق مواد قانونيه. ما يخالف. انا ما اقدر احكي. القضاء هي هاي المشكله. هي هاي المشكله اللي انا دا اتكلم عنها. شلون استبشر خير ومتهم اول بسرقه مليارين ونص؟ يا اخي مليارين ونص اليوم تحلك ازمه كهرباء عندك، تحلك ازمه كهرباء. هذا متهم اول اطلق سراحه بالله دا يجيب لي الفلوس. يا اخي وابتدى تقول عنده املاك، هذه الاملاك تحجز كلها وتبيعها الدوله، وبالتالي انا راح ارجع الحقوق الى الدوله العراقيه. هاي مو حق تابع الى شخص وشخصين وثلاثه، هذا حق شعب عراقي كامل. لا ويجي في خطه استفزازيه يسوي له شغله معينه هو براء من الدين وغيرها. فالاستبشار بالخير يا اخي يكون عندما تتحول الاجراءات والكلاميه والخطابيه والمكتوبه، هذه الاجراءات تتحول الى فعل على ارض الواقع. وانا قلت سابقا انه اليوم مو صعب اكشف كل ملفات الفساد اللي موجوده بالعراق. ألف مليار راح بالعراق، ضاع بين كهرباء وصحه وتربيه وغيرها، ومدارس الوهميه اللي تفلشت ومتهم بها احد الوزراء وين ما حد اتخذ بحقه اجراء. هوايه امور موجوده، الاراضي اللي تكلم عنها الاخ محمود وغيرها، ملفات كثيره. يا اخي مو من الصعب اليوم انا افعل دور القضاء ويا السلطه اللي موجوده، وانا اليوم القي القبض عليهم ويسترجعون هذه الاموال غصبا عنهم. زين استاذ